السلام عليكم، أنا إسلام أشرف، بشتغل في مجال المراجعة والمحاسبة لأكتر من 12 سنة. أنا حالياً مدير مالي إقليمي في شركة بريدفاست، واشتغلت في مجال المراجعة في مصر وبره مصر، وكمان بدرس المعايير الدولية لأكتر من 3 سنين. ليه IFRS دبلوم؟ IFRS اختصار International Financial Reporting Standards، يعني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. المعايير الدولية اتعملت عشان توحد لغة المحاسبة لكل دول العالم. المقصود هنا بلغة المحاسبة 3 حاجات رئيسية: الميجرمنت، الريكوجنيشن، البرزنتيشن، يعني القياس والاعتراف والعرض. معنى كده انك لو فهمت ودرست IFRS دبلومة كويس فده بيأهلك لأي وظيفة بتساهم في إعداد وتحليل وعرض القوائم المالية أو البيانات المالية في مصر وبره مصر، وخصوصا دول الخليج والاتحاد الأوروبي. حاجة كمان مهمة جدا، IFRS دبلومة مش بس بتديك منهج علمي وعملي مميز، هي كمان بتشتغل بطريقة مباشرة على مهارات مهمة جدا كتير مننا عنده مشكلة فيها، زي العرض والتعبير عن طريق النقاش وعن طريق الكتابة. لأنك هتلاقي في طريقة الأسئلة في IFRS دبلومة structured على طريقة الحوار، دايما بيعرض عليك قضية أو مشكلة وبيطلب منك إنك تتناقش في طريقة حلها، مش بس إنك تجيب النتيجة النهائية وخلاص. IFRS دبلومة شهادة نسبيا ممكن يكون مدتها قصيرة، وكمان النجاح فيها أسهل من شهادات تانية كتير. لو أنا طالب في دراسة شهادة زي IFRS دبلومة قبل ما أتخرج بيديني ميزة تنافسية جامدة جدا وأنا بدور على شغل في مصر أو بره مصر. أما لو أنت خريج فأكيد أنت لمست أهمية الشهادة دي في إنك تلاقي وظيفة مناسبة في الفاينانس أو الأكاونتنج. ليه بقى تختار تدرس مع فاينانس كوتش؟ فاينانس كوتش أكاديمية معتمدة إن هي تدرس IFRS دبلومة وكمان مواد ACCA كلها، وكمان بتنقل خبرات عملية وعلمية لسنين خبرة عدت 15 سنة. أنت فاينانس كوتش مش بتتعلم من شخص واحد، أنت هنا مع أكاديمية معاك في كل خطوة من البداية لحد الامتحان. معانا هيبقى معاك خطة واضحة، سواء أنت عايز تدرس IFRS دبلومة وتقف ولا عايز تكمل شهادات كبيرة زي شهادة ACCA. في فاينانس كوتش المحاضرات متسجلة، تقدر تخش عليها في أي وقت وتعيد الكورس بالكامل في أي وقت أنت عايزه، ودايما هتلاقينا معاك خطوة بخطوة لحد النجاح. بفاينانس كوتش انت مش بتاخد كورس، انت بتبدأ رحلة مهنية كاملة.